السلام عليكم ورحمة الله شباب، مساء الخير. كيفهم سيدو؟ إن شاء الله كويسين. الأساسيات المفروض أي هاوي يتبعها. المرة اللي فاتت تكلمت لكم عن النظافة، المرة دي أتكلم لكم عن التغذية إن شاء الله بطريقة مختصرة وبسيطة. زي ما البني آدم بيحتاج لنظام غذائي متكامل، كذلك الطيور بتحتاج برضه لنظام غذائي متكامل. مثال بسيط، حس أنت لو أكلت بليلة كل يوم، فطور بليلة، غداء بليلة، طوالي بالبرنامج ده، بعد فترة حيجيك يرغان، حتمرض. اي مرض حيصيبك، نزله، التهاب طوال، حيركب فوق. كذلك الطيور والحمام، جسمها لو كان فاقد العناصر الغذائيه بيكون عرضه للامراض، بتكون الانتاج بتاعها ضعيف، حتى الانتاج بتاعها ذاته بيكون ضعيف. يعني الحمام لو بنتج لك انتاج ضعيف، صحته تعبانه كده. بيقولوا برضه الفروخ لما تنشأ نشأة يعني سليمة بنظام غذائي، بتكون حياتها كلها ما شاء الله سليمة. برضو الفروخ اللي بتنشأ نشأة ضعيفة مع تغذية يعني غير متكاملة، بتنشأ حياتها كلها ضعيفة، بتكون معرضة للأمراض طول حياتها. العناصر الغذائية المهمة للطيور شنو؟ نمرة واحد الفيتريتا، أهم حاجة الفيتريتا. الفيتريتا دي يعني ممكن نقول نحن بنستخدمها بنسبة 50% أو 60% من الكلفة، اللي هي الفيتريتا. نص الكلفة فيتريتا دي واحد. فيتريتا فيها شنو؟ فيتريتا فيها كربوهيدرات اللي هو فوق طاقة، فوق الدهون، فيها مغنيسيوم، فيها حديد، فيها معادن، فيها فيتامينات مهمة شديد. دي نمرة واحد، ودي أهم حاجة قلنا بالنسبة للحمام. لكن طبعا في ناس بيقدموا الفتريتة بس، الفتريتة بس ما كفاية، لازم نضيف عليها مكونات تانية. المكونات التانية دي بنقسمها على اتنين، في الشتاء وفي الصيف. في الصيف بنحاول نتقل الكلفة، نخليها تقيلة، وأوريكم تقيلة كيف. وفي الصيف بنحاول نخففها، وأوريكم كمان نخففها كيف. طيب بالنسبة للصيف الكلفة بتكون فوق خفيفة. يعني شنو خفيفة؟ يعني بتكون سهلة الهضم بالنسبة للحمام. بنخفف نسبة الفول، بنخفف نسبة الذرة الصفراء اللي هي العيش الريف نحن بنسميه، ده بنخففه في فترة الصيف، لأنه هو يعني الهضم بتاعه صعب، بالتالي يعني بيجهد الحمام أساسا في فترة الصيف، يعني بيكون مجهد إجهاد شديد، فلازم نخفف له الكلفة. بعكس الشتاء، يعني في الشتاء بنضيف الحاجات دي لأنه الجسم يعني بيحرق أو بيستهلك سعرات حرارية عشان يقاوم شنو؟ البرد. يلا في الصيف انت لما تقدم كلفة خشنة فيها فول بكمية كبيرة وفيها ذرة بكمية كبيرة، بتجهد الحمام إضافة للإجهاد اللي هو فوق أساسا بسبب السخانة. طيب في الشتاء أو في الصيف، نبدأ بالصيف. أول حاجة في الصيف لابد الكلفة تكون خفيفة. خفيفة كيف قلنا؟ قلنا تكون نسبة